مرحبا بكم أعزائي متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة. في هذه الحلقة الجديدة التي فيها سنتحدث عن عنصر هام من عناصر الكلام، ألا وهو الفعل. سعرانة، الفعل سعرانة the verb. الفعل هي الكلمة التي تدل على عمل أو حالة معينة، وللفعل زمن وله معنى كامل في ذاته، مثل قريلة قرأ، بتقارئ سيقرأ، بقراية وخ نقرأ، كي قارخوة كنا نقرأ. للفعل ثلاثة أقسام رئيسية هي جذر الفعل، اقرأت سعرانة، ويقابله باللغات الأوروبية infinitive أو المصدر لا محدود. مشتقات الفعل برأت سعرانة derivatives. تصريف الفعل سرعابة سعرانة conjugations. نأتي إلى القسم الأول من أقسام الفعل الرئيسية، وهنا يجب أن أذكر أن عدا هذه الأقسام الرئيسية هناك أقسام فرعية، يعني لكل من هالأقسام الرئيسية لها أقسام فرعية، لها subdivisions أي انقسامات تحتية تحتها أقسام أخرى. نأتي إلى القسم الرئيسي الأول ألا وهو جذر الفعل. جذر الفعل اقرأت سعرانة. جذر الفعل هو صيغة الفعل التي تشتمل على الحروف الأصلية للفعل فقط بدون أي زيادات. في اللغة الآشورية المعاصرة جذر الفعل له نفس صيغة الفعل في الزمن الحاضر البسيط للشخص الغائب المذكر. أما في العربية فكما تعلمون فله نفس صيغة الزمن الماضي البسيط لنفس الشخص، يعني للغائب المذكر. مثال كاتب بالعاشورية معناه يكتب، معناه الحرف يكتب بالعربية، ولكن في العربية يقابله كتب زمن الماضي. يعني كاتب هذا في الحاضر هو نفس صيغة الشخص الثالث المذكر في الحاضر البسيط. أما في العربية ففي الماضي البسيط بدلا من الحاضر البسيط، أي كتب بالعربية هو الجذر. يكتب هو معنى هذا في الحاضر. قائم يقوم، وأصله بالعربي قائم، قام عفوا قام. شاته يشرب، الأصل العربي شرب. حول هذا الموضوع الجذر وكل أنواع الجذور انظر الفصلين 12 و 13. العمود الأول أذكر فيه جميع هذه الأفعال، جميع الأفعال التي لدينا في اللغة الآشورية، أقل المهمة والمعروفة جدا منها. في اللغة الآشورية المعاصرة هناك مجموعتان من الجذر أيضا مثل ما بالعربي، وهما الجذر الثلاثي والجذر الرباعي. اقرأ ثلاثايا واقرأ أربعايا، يعني ثلاثي الأحرف ورباعي الأحرف. الجذر الثلاثي اقرأ ثلاثايا، طبعا بالإنجليزي ما فيه، لكن أنا كتبت معناها three literal root، طبعا ما يقابلها بالإنجليزي، ما في عندهم الشيء هذا. ينقسم هذا الجذر إلى قسمين رئيسيين. الجذر الثلاثي ينقسم إلى قسمين بحد ذاته بدوره. الجذر السالم اقرأ شلمة، الجذر المعتل اقرأ كريهة، مثل ما بالعربي. الجذر السالم هو الذي لا يحتوي على أي حرف من حروف العلة، وشفنا حروف العلة هي باللغة الآشورية ألف والياء، ألب يوت، بالعربية هي ألف واو ياء ثلاثة، بالآشورية هي فقط اثنتان، ألي ألب ويوت. مثل كاتو هذا جذر ما في أي من هالحروف، دامخ بارش كانش، هاي جذور سالمة
جذور ثلاثية سالمة. حول هذه الجذور كلها انظر الفصل 12 اللوح رقم 1. الجذر المعتل هو الجذر الذي يحوي على حرف أو أكثر من حروف العلة، وهو على 6 أنواع تبعا لعدد حروف العلة التي يحويها وموقع هذه الحروف منه أو فيه. أوكي. سنأتي إلى النوع الأول، معتل الأول، يعني عندما يكون حرفه الأول من حروف العلة، مثل آزل، انظر ألي ألب هي حروف علة، فيبدأ هذا الفعل بحرف علة فهو معتل الأول. آخل كذلك، آمر ياتو ياقت، وآزل يعني يذهب، آخل يأكل، آمر يقول، ياتو يجلس، ياقت يشتعل يحترق. هذا النوع من الجذور المعتلة تجده في اللوح رقم 2 من نفس الفصل. فصل 12 هو خصصته أنا لجداول أو ألواح لكل نوع من هالأفعال، وأيضا لمشتقاتها زائدا صيغة الأمر لها، لأن هذه هي تشكل شوية صعوبة بالنسبة لكثير من الدارسين هذه اللغة أو عارفين الذي يتكلمون أو يعرفون هذه اللغة. لم أكن أستطيع أن أضعها هنا لأنها طويلة جدا وكان لازم أكررها فيك، جمعتها كلها في الفصل 12 حيث وضعت أعمدة العمود الأول الجذر، عمود الثاني المشتق الأول اسم الفعل، اسم المرة، اسم الفاعل، اسم المفعول، زائدا صيغة الأمر، وراح تشوفوها بعدين. ففي العمود الثاني أو اللوح رقم 2 تجدون كل هذه كل ما يتعلق بهذا المعتل في الجذر الثلاثي المعتل الأول. نعم. معتل الوسط، النوع الثاني من الجذر الثلاثي. معتل الوسط هو عندما يكون حرف الثاني من حروف العلة. عندنا مثل فعل قائم، شوفوا الحرف الثاني ألف، والألف من حروف العلة. رائم، بائش، كايم، واليود أيضا من حروف العلة، ومعناها يقوم، يرتفع، يبقى، يسود، لونه يصير أسود، يسود. هذا النوع من الجذور مع مشتقاتها موجود في اللوح رقم 3 من نفس فصل 12. معتل الآخر عندما يكون حرفه الأخير أي الثالث من حروف العلة، مثل كالي، انظروا ألب، مالي، شاري، شاتي، قار. وبالمناسبة ملاحظة مهمة، نحن قلنا أن في الأسماء والصفات في اللغة الآشورية المعاصرة تنتهي كلها عدا بعض منها التي هي إما مجذومة أو هي أجنبية، تنتهي كلها بألب لا تلفظ، ألب زائدة تختم بها، يعني هي مو جزء منها في الاسم والصفة، ولكن انتبهوا في الفعل هي جزء من الجذر من الفعل، هي جزء لا يتجزأ منه وتحسب أيضا. لهذا هنا هذا الفعل هذا الجذر هو ثلاثي لأنه متكون من كاب لمت ألب، ألب تحسب هنا كحرف أصلي، ولذلك تشوبها تغييرات وفي المشتقات كما سنرى. فإذا كالي هو يعني يقف، مالي يملأ، شاري يحل يفكك، شاتي يشرب، قارئ يقرأ. وهذه تجدها في اللوح رقم 4 من نفس فصل 12. معتل الأول والوسط
في مكانين عنده معتل. يعني عندما يكون حرفه الأول والثاني، اللي الوسط هو الثاني لأنه 3 حروف هو متكون من، الثاني هو وسط، الحرف الأول والثاني من حروف العلة. ولدينا فعل واحد فقط في كل اللغة الآشورية، فعل واحد فقط من هذا النوع، وهو فعل يائر. يائر، وهو يعني يجرؤ. تجدون أيضا مشتقاته وفي اللوح رقم 5 من فصل 12. معتل الأول والآخر، يعني عندما يكون حرف الأول والحرف الأخير معتلين من الحروف العلة. مثال، عندنا حرف جذر آتي، شوفوا ألف في البداية، ألف في النهاية، اثنينهم علة. يابي، يود وألب معتلين. يابي من حروف العلة. يامي، آتي معناه يأتي، يابي معناه يخبز، يامي معناه يحلف أو يقسم، يحلف بالله، يقسم بالله. انظر، هاي الجذور هذه من النوع كلها موجودة في اللوح رقم 6 من فصل 12. النوع الآخر معتل الوسط والآخر، يعني عندما يكون الحرف الوسطي الثاني والحرف الأخير الثالث هم من حروف العلة. وعندنا هنا مثال خاي ولائي. خاي، شوفوا يود وألب، الوسط والأخير معتلين، وهنا أيضا ألب وألب اثنيناتهم من العلة. وخاي معناه يحيى، يحيى يعيش. لائي معناها يرثي، عندما واحد يبدأ يرثي. لائي. في كلمة أخرى بالعربي لا أتذكرها الآن، لائي، عندما أحد يبكي على الميت ويقول كلمات يرثي، نعم. وهذا النوع من الجذور تجدها في اللوح رقم 7 من نفس الفصل. انتهينا، هذه 7 أنواع من المعتل، الجذر الثلاثي المعتل، وأعطينا أمثلة عنها. هنا نوضح توضيح ليكن معلوما لديك أيها القارئ الكريم أن أحرف العلة التي في بداية الجذر تسقط لفظا في بعض اشتقاقات الفعل وتختفي في بعضها. مثل تسقط لفظا أو يبطل لفظها، يعني نخلي الشرطة المائلة، الخط المائل فوقها، يعني معناه ماذا يعني؟ شفناه في الفصل الأول عندما تحدثنا عن الأحرف، يعني هذا الحرف يكتب ولكن لا يلفظ، يكتب لا يلفظ. فعلماء اللغة عندنا وجدوا هذه الإشارة لكيما يحذروا، ينبهوا القارئ أن انتبه، لا تقرأ هذه ألف. عندنا باللغة الإنجليزية مثلا نايف يكتبوها KNIFE، كي موجودة بس لا يلفظوها، بس ما في هناك أي إشارة تعلم القارئ أنه لا تلفظها. ممكن واحد يدور مرة يشوف إنجليزي يقول لك كنايف، بس واحد يضحكون الإنجليز عليه لأنه كي لا تلفظ. زين، لا تلفظ، ليش ما استحدثتوا يا علماء اللغة الإنجليزية إشارة معينة، علامة، حتى تخلون القارئ يفهم أنه هذا الحرف لا يذكر ولكنه يكتب، لأنه يمكن كان يلفظ في زمن الماضي بالإنجليزي القديم، يمكن كانوا يقولون كنايف، لا بس كنايف، كانوا يقولون كنيفة، مثل اللاتيني، يعني الآي هي إي باللاتيني، الأصل اللي مأخوذ منها الكتابة الإنجليزية كنيفة، فاليوم الإنجليز يسموها يلفظوها نايف. مثل ما قال واحد هسه نكتة هذه، قال واحد قال يا اللغة الإنجليزية أنا ما تعجبني، لأنه الإنجليز يكتبون شكل ويقرأون شكل، يكتبون لاستيك يلفظوها كاوتشوك، لاستيك كاوتشوك هي باللغة المصلاوية، هذا مصلاوي كان يعني يعني معناه المطاط، لاستيك يكتبون لاستيك يقرأون كاوتشوك، يعني يكتبون شكل ويقرأون شكل آخر. بالفعل الكتابة الإملاء الإنجليزي إملاء ركيكة جدا حقيقة. آخل عندنا الأمثلة لهذا أنه تكتب هذه ولا تلفظ. آخل يعني يأكل. عندنا خالة المشتق الأول
هو الاسم الفعل ماله. فشوفوا ما نلفظها ألب بس موجود عليها إشارة. خالة، خلطة، أكلة، أكل، أكلة. خيلة، مأكول، اسم المفعول. خول، كل. شوف بالعربي أيضا الألف تسقط، لا تقول أكل، تقول كل. خول، كلوا، جمعها كل، كلوا. يالب، أخذت مثال آخر للحرف العلة الآخر، يا يالب، ويعني يتعلم. لابا، نكتبها يود ما نلفظها، لابا، لبتا، ليبا، لوب، لوب. يالب يتعلم، اسم الفعل. تعلم، اسم المرة، هاي يسمى اسم مرة. تعلمة يعني مرة واحدة. ليبا، اسم الفاعل متعلم. عفوا، لبتا، ليبا. واسم المفعول هذا اسم الفاعل ما كتبته هون، راح نشوفه في وقتها. ليبا متعلم أو معلم، علم. ولوب تعلم، أمر. لوب تعلموا. أوكي. الملاحظة الثانية هي التوضيح الثاني، هو أن حرف العلة ألب الذي في وسط الجذر يتحول إلى يود في بعض من اشتقاقاته، أو يختفي، يسقط في أخرى. مثل نأخذ قائم، جذر، هذا قائم يقوم. قائم هو في الوسط عنده ألف، ألب. تصير قيامة، شوفوا في اسم الفعل الألب تنقلب إلى ياء، قيامة. وقيمانة اسم الفاعل، قيمة اسم المفعول. قم أمر المفرد، قوم الأمر الجمع للجمع. تتذكرون بالفصل الأول عندما تحدثنا عن هذه الأحرف، كنا نتحدث عن الأحرف، قلت أنه هذه أحرف هي علة. ليش سميت علة؟ لأنها أحرف غير ثابتة، شوف تتغير، وهذا السبب أنه نعتبرها أحرف معلولة أو مريضة أو ناقصة، لأنها تتغير في أشكال الفعل. هذه وهذه الملاحظة أنا قلتها في الفصل الأول عندما تحدثت عن الحروف. أوكي، فهنا شوفوا تطبيقاتها. أوكي. التوضيح الثالث حول هذا الجذر هو أنه حرف العلة الذي في نهاية الفعل، فعل طبعا ثلاثي، يتحول إلى يود أو يختفي في بعض اشتقاقاته. مثل قارئ، شوفوا عندنا علة بالنهاية، يقرأ. قراية، الألف هذه صارت يود، أما الألف الأخرى فلأن هذا اسم، صار اسم الفعل، فيختم بألف، هاي ألف زائدة. أما هذه اليود هي هالألف هذه التي قلبت، والتي هي من أصل الفعل، من أصل الجذر، قلبت إلى ياء وأخذ سقاطة حسب القاعدة التي سنراها لما نتحدث عن اسم الفعل واسم الفاعل، كيف نصيغهم، كيف نشتقهم، كيف نصنعهم. قرويا، يا هذه قرويا يعني قارئ اسم الفاعل. قرية مقروء اسم الفعل. قري، شوفوا هون ما في قري، اقرأ. قريم، اقرأوا. أوكي. الآن نأتي إلى الجذر الرباعي، هذا عن جذر الثلاثي. الجذر الرباعي، اقرأ أربعاية، أنا ترجمتها للإنجليزي quadruple letters root، طبعا أعطيت معناها بالإنجليزي، هي ما يقابلها بالإنجليزي، ما في أي شكل، لأن هم ما يقسمون الأفعال إلى جذر وما جذر، عندهم infinitive كلها بسوية عندهم بس طبعا جروبات، regular irregular. جروبات هي الجروب القياسي وغير القياسي، عندهم أنواع أخرى. أوكي، حتى في اللغة الإيطالية، اللاتينية، اللغات التي أعرفها أنا الأوروبية الثلاث الأربعة. هذا جذر الرباعي، اقرأ أربعاية، هو الجذر الذي يتألف من 4 حروف،
وينقسم أيضا إلى قسمين، سالم ومعتل مثل الثلاثي. وهذا بدوره، المعتل يعني هذا بدوره له أنواع مختلفة نسبة إلى عدد حروف العلة وموقعها فيه، مثل ما قلنا عن جذر الثلاثي. والآن سنأتي نشوف أمثلة عنها. سالم، إذا كان الجذر السالم الرباعي السالم: همزم، مرخط، كرمش. هاي أمثلة عنها أخذنا: همزم، مرخط، كرمش. وهاي تشوفها باللوحة رقم 8. كل الجذور الرباعية السالمة راح تجدها في اللوح رقم 8 من نفس الفصل 12 المخصص لها. معتل، نجي على المعتل أنواعه. المعتل الأول طبعا الجذر الرباعي يتكون من 4 أحرف مو 3 مثل الثلاثي، فإذا عندنا معتل ممكن يكون معتل في بدايته، في الثاني، في الثالث، في الرابع. أوكي. معتل الأول: أشر، أرقل. أشر يؤشر، من العربي مأخوذة، ولو باللغة القديمة الآرامية أشر يعني يحقق، يتحقق من، أو يؤكد. لكن نحن باللغة الأشورية المعاصرة هي مأخوذة أي كلمة من العربي. أشر يؤشر نستعملها. أشر، أشر يعني أشر إلى فلان شيء مثل العربي. أرقل، أرقل يتأخر، يتأخر. أشر يؤشر قل. هذا معتل الأول، رباعي معتل الأول. أوكي. معتل الثاني عندنا مثال: هيمن. هيمن، شوف يود بالوقع الثاني، الحرف الثاني من عنده. طيمن، هير، هير. اليود هنا لا تنسوا مضاعفة، يعني يودين، هي 2 يود، لهذا 4. هو بالأصل رباعي، ولو بالظاهر هو تظهر 3 أحرف فقط، لكن هير مرتين نلفظها اليود. هاي أيضا ملاحظة قلتها في وقتها في الفصل الأول عندما تكلمت عن الأحرف. زيخ، نفس الشيء، زي يخ مرتين، يودين، لذلك يعتبر رباعي ولو أن ظاهره ثلاثي. هذا مهم. ومعنى طبعا هيمن معنى يؤمن، طيمن يثمن، هير يساعد، زيخ يحتفي أو يحتفل بشيء، يحتفي. معتل الثالث، النوع الآخر، المعتل الثالث رباعي معتل الثالث: مزيد. عندنا مثال: مزيد، شوفوا الثالث 1 2 3، الثالث هو معتل. مزيد، مميل، مآيد، مآيد أي يزيد، يزرق، لونه يصير أزرق، يزرق، مآيد يتمرن، يتمرن. معتل الرابع، حرفه الرابع يكون معتل: قلطي، قلطي الرابع هذا الأخير معتل. ربي، هنا أيضا واحد يقول لي مو 3 أحرف، لكن ربي البي مضاعفة 2 فيكون 4. ظاهره 3 ولكن حقيقته 4. مشقي، ومعناه قلطي يتخثر، عندما يتخثر الدم أو الحليب وغير ذلك. الثاني ربي يرمي، يرمي. ومشق يحد، يحد ليس يعطي حدود، لكن يحدد الشيء، يحد سكين، يحد السكين، يحد الفأس. مشقه، مشقوية. وأيضا عندنا مرادف له مخرب أيضا، سنراه في حينه. معتل الأول والآخر عندنا النوع الخامس هو الرباعي. جذر رباعي 5 أنواع من المعتل. الثلاثي تتذكرون 7 كانوا. الرباعي عنده بس 5 أنواع من المعتل. معتل الأول والآخر عندما يكون الأول والأخير في معتلين، مثل عندنا بعض القليلة الأمثلة: أردي، أردي، وهو مرادف سينونيم لقلط أيضا، يعني يتخثر أيضا. أردي. أوي، وهذا أيضا هو ثلاثي مفتوح الرأس، لذلك هو ثلاثي في مظهره ولكنه رباعي في حقيقته،
لأن واو هنا واوين اثنين، أو و، وهذا يتخثر طبعا مثل ما قلنا، وأو معناه يطابق أو يوافق، يطابق أو يوافق. وهاي تجدها هل نوع من الجذور المعتلة الأول والآخر في اللوح رقم 9 من نفس الفصل 12. نأتي إلى جذر آخر هو دخيل، هو ليس أصلي، لهذا ما نذكره، ما نقول نحن عندنا جذرين، ثلاثي ورباعي، لكن عندنا جذر آخر مصنوع، يعني مو أصلي، نسميه جذر الميمي. بالعربي عندنا المصدر ميمي بس هذاك غير معاني، غير استعمال. هذا الجذر نفسه جذر ميمي، اقرأ ميماية، بالإنجليزي ماكو طبعا ميم روت حتى بس أفسرها. كل جذر ثلاثي حرفه الأول يحمل حركة تاخة، هون شوف هسه راح نجي نشرحها. كل جذر ثلاثي حرفه الأول يحمل حركة تاخة بدلا من سقاپة، لأنه مثل ما شفنا عادة الاعتيادي القياسي هو أنه الحرف الأول من الجذر دائما يكون له حركة سقاپة، سواء بالثلاثي أو بالرباعي. لا بالرباعي لا، العفو، بالثلاثي خاصة، بالثلاثي. بالرباعي ممكن يكون سقاپة وممكن بتاخة على الأكثر. فإذا كل جذر ثلاثي حرفه الأول يحمل حركة تاخة بدلا من سقاپة يعتبر رباعيا، مثل ما شفنا أو ربي رباع، بالرغم من ظهور ثلاث حروفه، لأننا كما قلنا في الفصل الأول بأن حركة بتاخة تضاعف أو تشدد الحرف الثاني إذا كان متحركا. طبعا هذا الحرف الثاني إذا كان متحرك، إذا ما كان متحرك لا، ينتهي عند المقطع، يكون مثلا نقول قي طا، قي يوت هي غير متحركة فما تحسب اثنين، واحدة هي قي طا، ويعني الصيف قيطة. القيض بالعربي مأخوذ طبعا من قيطة، قيض، ومرادف آخر للصيف بالعربي، الأصل صيف هو، ولكن قيض مأخوذ من اللغة الأشورية والأرامية. الحرف الثاني إذا كان متحركا طبعا. لذلك فإن الجذر هذا الجذر يتألف من 4 حروف وليس 3 في الحقيقة كما هو ظاهر. أمثلة: شر، ولو نحن ماكو عثوري واشوري يقول شر، دائما يقول شعره، هيك يخففها شعره شر، لأنه تجي يعني يقول يعني مو حلوة، يعني ليست يعني ما شو اقول، مو من الاتيكيت، مو جميلة، شر، فيقول شعره، ولكن هي شر رائين لأنه قبلها مفتوح، هي في الحقيقة شر رائين، شر ور، شن نونين، برق، هي ما في أحد يقولها برق، يقول دائما يلفظها بارق، هي برق رائين. ربي مثل ما شفنا هون، ربي هي ربي. قبل يقبل، ومعناه شر أو شر معناها يبدأ، شن معناه ينتقل، فارق معناها يخلص أو ينقذ، رب معناه يرمي مثل ما شفنا، قبل معناه يقبل. لذا تكون اشتقاقاته، بما أنه صار رباعي، لهذا أنا هون هذولا حسبتهم من الرباعي، لذا تكون اشتقاقاته وتصريفاته حسب قواعد الجذر الرباعي وليس الجذر الثلاثي كما سنرى لاحقا عندما نجي على الاشتقاقات. ومن أجل عدم الاضطرار إلى تجديد الحرف الثاني والذي يعتبر غير مرغوب مثل ما قلت قبل شوية وثقيل على اللسان، عمد علماء اللغة الأشورية المعاصرة إلى صناعة نسخة ثانية لهذا الجذر، بإيش؟ لتجنب تجديد وتكرار الحرف الثاني، وذلك بإدخال، شو عملوا؟ أدخلوا حرف ميم ساكنة في بدايته
مهم. وتغيير حركة حرفه الأول من بتاخة إلى سقاطة حتى لا يتشدد اللي بعده. ويسمى هذا الجذر المصنوع المزيد وليس أصليا، هذا الجذر يسمى بالجذر الميمي. ليش؟ لأنه أدخلنا عليه ميم، يبدأ بالميم ده كله. أمثلة: مشانة بدل شنة نقول مشانة، شو تصير؟ أكثر رخوة لينة جميلة. مشانة. فمشانوي يصير الاسم المفاعل كما سنرى، ما يصير مشانة، لا مشانوي، مشانيته، مشانة. راح نشوف هذه ومعناه ينتقل. اوكي. غني عن القول بأن الجذر الميمي ليس أصليا مثل ما قلت، بل مصنوعا أو مزيدا، لذا أكتبه في قائمة الرباعي مع أصله، أي الجذر الثلاثي المبدوء بحركة تاخة المفتوح الرأس، نسميه تي خدريشة باللغة الآرامية والآشورية، مفتوح الرأس، يعني حرفه الأول بدايته هو له فتحة بتاخة ليست سقابة. وهذه تجدها في الفصلين 12 و 13. يعني اكتبوا هذا الميمي، ما اكتبه بوحده في حقل وحده، لأنه ذاك الوقت راح يكون كثير، لأن كثير من الجذور اللي تبدأ بالبتاخة ممكن أن نعملها نسخة بالميمي، لكن أكتبوا كل واحد منه تحت الأصل تاعه. يعني مثلا شنة، أكتب شنة وكل المشتقات ماله، بعدين تحته مشانة ومشتقاته تحته، كي تعرف في نفس الحقل، في نفس السطر أو الراد، هذه اللاين، حتى يعرف أنه هذا من هذا نفسه، لأنه معناه نفس المعنى، فقط أنه شكله غيرناه من أجل الأسباب التي ذكرناها. تحذير: ألف، ميم الزائدة هذه، يعني هذه مال الميمي، جذر الميمي، لا يمكن إطلاقا إدخالها على الجذر الرباعي طبعا، لأن تدخل على الجذر الثلاثي المفتوح الأول حتى تسويه ويصير رباعي. لا يمكن إدخالها على الجذر الرباعي ومشتقاته، بل على الجذر الثلاثي مفتوح الأول فقط. لذا من الخطأ أن تسمعوا يمكن بعض الناس يستعملون هيك، ما يعرفون هذه، فيقولوا مكرمش. لا، غلط، لازم نقول كرمش بدون ميم، هو نفسه هذا رباعي كرمش، وما في لزوم، لأنه ليش أدخلناها الميم وسوينا كل هالزحمة هذه وعانينا هالعناء هذا؟ لأنه حتى نتجنب من تجديد الحرف الثاني الذي نعتبره عملية غير جميلة لفظا، لكن هنا ما في لزوم. وبعدين راح يصير هذا خماسي، وما عندنا جذر خماسي نحن باللغة، اللغات السامية كلها ما في جذر خماسي، في جذر ثلاثي ورباعي فقط. كرمش، فإذا غلط. الآشوري مهما كان موقعه ومنصبه ودرجته، إذا قال مكرمش فهو غلط قواعديا، يغلط. ومهمزم، ما يصير نقول مهمزم، همزم فقط بدون ميم. مبرمم، ما في مبرمم بدون ميم. اوكي، هاي واحد، التحذير الأول. التحذير الثاني: يجب التفريق بين هذه الميم، هاي الميم، ميم الجذر الميمي، والميم المفتوحة التي تدخل على الفعل اللازم فتحوله إلى متعدي. سنرى في حقل الفعل اللازم والمتعدي، مثل شاتي، هذا فعل ثلاثي لازم، يشرب، هو يشرب. يصير مشتي، يشرب بالعربي أيضا عندنا، بس طريقة التحويل شكل آخر في العربي. يشرب، شرب وشرب، بالعربي تجي بتجديد الحرف الثاني من الجذر، لكن عندنا طريقة التحويل هذا من اللازم للمتعدي، والذي يغير شوية من معناه. يعني عنها شاته، هو يشرب، هو يعني يقع عمل فعل الشرب على نفسه، على نفس الفاعل الفعل،
يشرب، فيصير يشرب أو شرب، يشرب الغير واحد. فإذا هنا يتعدى تأثير الفعل فاعله إلى مفعول به، إلى آخر، فيصير متعدي. فحذاري من هذا، لا تخلط بين هذه الميم والتي تكون دائما مفتوحة، وهذا فرق بيناتها، وميم الزائدة على التي تدخل الجذر وتكون الجذر الميمي، والتي تكون دائما ساكنة. هذه الميم تكون مفتوحة، فواحد لازم ينتبه لا يخلط بينها. وتاء ثالثا، ويجب أيضا التفريق بينها، بين هالميم هذه وبين الميم التي تدخل على الاسم والفعل، ولها غير صنف هي وغير معنى، والتي هي حرف الجر من، مجزومة صايرة من هذه تصير ممكن نجزمها، خليها بس ميم، بس حرف ميم، ونلصقها ببداية الاسم، بالاسم، ما تدخل على الفعل، هذه على الاسم، كما رأينا سابقا. مثلا آشر تيلة مبيتة، بدلا ممكن نقول من بيتة، ممكن نقول مبيتة. فشوفوا هذه ميم، وبيته وبيت اسم، يعني آشور جاء من البيت. أوكي، بهذا نكون قد انتهينا من موضوع الجذر، جذر الفعل. الآن نأتي إلى القسم الثاني من الشيء الثاني، الموضوع الثاني عن الفعل، وهي مشتقات الفعل. مشتقات الفعل، فرع أو فروع الفعل نسميه بالله، فرعة سؤرانة أو فروع الفعل، derivatives يسموه بالإنجليزي، derivatives of the verb. بعد التعرف على جذر الفعل ننتقل إلى فروع أو مشتقات الفعل. للفعل فروع أو مشتقات عدة، ومثل ما تخرج فروع الشجرة من جذرها، هكذا نشتق فروع الفعل في اللغة الآشورية المعاصرة من جذره. يعني احنا نشتق الفروع من جذر، مثل ما بالضبط الشجرة الجذور فروعها تطلع من الجذر. وفروع الفعل عندنا في اللغة الآشورية المعاصرة هي 4: اسم الفعل، اسم المرة، اسم الفاعل، اسم المفعول. نأتي إلى الأول، إلى الاشتقاق الأول أو فرع الأول. اسم الفعل، شم سعرانة. شم هي مجذومة من شمة، شم سعرانة، بالإنجليزي قابلة جيرونت. اسم الفعل، ويدعى أيضا المصدر المجرد في بعض الكتب القواعد القديمة، ليس له زمان أو جنس أو عدد، ليس له، لذا يدعى أيضا باللا محدد، يعني لم تخمة، غير محدد، هو لا عنده لا جنس لا زمن لا عدد. وهو يصنع أو يشتق من الجذر، كما قلنا من الجذر تخرج هذه الفروع، من الجذر كما يلي. أولا من الجذر الثلاثي، أليف الثلاثي السالم، من الثلاثي السالم، يكون بتسكين الحرف الأول وتغيير حركة الحرف الثاني إلى سقاپة، وإعطاء حركة سقاپة للحرف الأخير، مثل بالأمثلة طبعا تتوضح القاعدة. براشا، من إيش؟ جذر وبارش، براشا. شو عملنا؟ سكننا الأولى، حولنا إزلام الطويل مال الثانية ريش إلى سقاپة، وأعطينا سقاپة للحرف الثالث اللي هو ساكن دائما بالجذر، إلى أعطيناه سقاپة أخرى. وطبعا بما أنه هو اسم الفعل، فراح يكون لازم يختم بالألف حتى لا ينهزم حتى لا يتطشر، بالألف نختمه، يكون ينتهي، هذا هو، انتهى كمل. براشا. أوكي.
زمارة من زامر يغني، زمارة يغني، عملنا نفس الشيء، زاء سكناها، ميم حولناها لسقاپة حركتها، الريش أعطيناها سقاپة وختمناه بألب. كتاوى من كاتب، كتاوى من كاتب، كتب كتبا، كتبا من كتب، كاتب يكتب، كتاوى كتبا. بالعربي هو كتب دائما هيك، مثلا فصل فصلا، براشا فصل، فصل فصلا، غنى غنى غناء، كتب كتبا. وزراق من زارق يعني أشرق يشرق، أشرق أشرق إشراقا. أوكي، هذا اسم الفعل الثلاثي السالم، كله حصرت أنا، كله جمعتها بلوح رقم 1 في الفصل 12. باء، من الثلاثي المعتل، من جذر الثلاثي المعتل، كيف نحن نشتق أو نصيغ أو نصدع اسم الفعل هذا؟ يكون بالطرق التالية، لأنه عندنا مختلف ثلاثي المعتل، عندنا 7 أنواع، فكل نوع نشوف شلون نشتقه من عنده. من معتل الأول يتم بإسقاط الحرف الأول لفظا لا كتابة، لفظا لا كتابة، وتغيير حركة الحرف الثاني إلى سقاپة، وإعطاء حركة سقاپة للحرف الثاني. يعني هل الإجراءين الثاني والثالث هو نفسه مثل السالم، ولكن إجراء الخاص اللي فقط هو لهذا المعتل الأول، هو أنه نسقط الحرف الأول لفظا، لأن هذا اللي يكون معتل هذا الحرف. يعني خالة من آخل، آخل وجذر، اسم الفعل ماله خالة. شوف شو عملنا، أسقطنا أليف، حطينا هذا اللي حكينا عنه كثير، تكلمنا عنه كثيرا، هذا الشرطة فوقاتها ما نلفظها، وعملنا نفس الشيء مثل السالم، حولنا الزلامة مال الثاني إلى سقاپة، وأعطينا سقاپة للثالث، وختمناه بألف، ألب. خالة، ما نقول أخالة، خالة. مارة من آمر، آمر يقول آمر، مارة، نقول أمار، لا، ألف ساقطة لفظا. زال من آزل، آزل يصير زال اسم الفعل ماله. ساق من آسق. تاوى من ياتو، يود، لأن يود أيضا حرف علة مثل ألب. تاوى نكتبها ونحط الشرطة فوقاتها المائلة، يعني أنه ما نلفظها، ولكن هي جزء من تبقى جزء من الفعل. هذه الأسماء الفعل هالنوع من الجذر كلها تجدونها في لوح رقم 2 من الفصل 12. من معتل الوسط، إذا كان هذا الحرف ألب، أو المعتل هذا الوسطي إذا كان ألب يتحول إلى يود، وإذا كان يود فيبقى على حاله، والباقي مثل المعتل الأول، الباقي الإجراءات الثانية نفس الشيء مثل هذا، فقط أنه شو، قائم هذه ألب تتحول إلى يود، وتأخذ سقاپة، وأيضا أخيرا نعطيها سقاپة، ونختمها بألب. قيام، قائم من قيام، يقوم قياما، قياما اسم الفعل. فإيش يصير بياشا، يبقى بقاء. كايم كيامة، يسود سودادا. وهالنوع من هذه اسم الفاعل تجدونه في اللوح رقم 3 الفصل هذه. من معتل الأخير أو الآخر، يكون عن طريق قلب ألب النهاية، والآخر دائما المعتل الآخر بالجذر الفعل هو ألب، ما في يود. الألب هذه المعتلة الأخيرة نقلبها إلى ياء، قلب ألب النهاية إلى ياء، يود مسقوفة، يعني ذات حركة سقاپة،
وختمه بألب ساكنة. أما الباقي فكما في المعتل الأول، يعني كالي تصير كلاية نفس الشيء، هذه تتسكن الأولى، الثانية تأخذ سقافة بدل زلامة، الثالثة اللي هي الألب تتحول إلى يود وسقافة طبعا، بعدين نختمها بألف هذه الزائدة، ألف الختام. شاتة تصير شتاية، دامة دماية. كالي يعني يقف، شاتي يعني يشرب، دامة يعني يشبه. قراية من قارئ ومعناها يقرأ قراءة. كالك الآية يقف وقوفا. شاءت اشتايا يشرب شربا، يشبه شبها. يقرأ قراءة أو قرأا. قراءة هذه اسم المرة راح نجي لها، والفرع الآخر. هذا النوع من الاسم الفاعل راح تجدوه في لوح رقم 4 من الفصل 12. من معتل الأول والوسط، عندما يكون الجذر له حرف علة في الوسط وفي الأول، في الأول وفي الوسط، يكون بتسكين الحرف الثاني وإعطاء حركة سقافة للحرف الأخير وإضافة ألف الختام إليه. يعني وعدنا طبعا مثل ما قلنا دائما من هالنوع هذا معتل الأول والوسط، عندنا فقط فعل واحد بكل هاللغة الآشورية، وهو فعل يائر، يارا، تصير نفس يارا. شو نعمل ايش؟ نسكن الثاني ألف زلامة ما تروح، تصير تبقى ساكنة، والأول مثل ما هو يبقى، والأخير يأخذ سقافة مثل بقية الجذور، ويختم بألف. انظر هذا موجود في لوح رقم 5. يعني الفعل هذا عنده لوح خاص له ولا هو واحد. هيك نحن عندنا نعطي حق لكل واحد، حقوق الفردية موجودة عندنا بالقواعدنا. أوكي. من معتل الأول والآخر، إذا كان جذر معتل بالأول والآخر، شلون نشتق اسم الفعل منه؟ يكون بإسقاط الحرف الأول لفظا لا كتابة، لأنه هو معتل الأول، وتغيير حركة الثاني إلى سقافة كالبقية، وتحويل الثالث إلى يود مسقوفة، وإضافة ألف الختام. يعني شوفوا عنده هو يشترك مع اثنين من هالمجموعات. هو معتل الأول مثل المعتول الأول، فتطبق عليه نفس القاعدة المعتل الأول، وبالأخير هذا المعتل وتطبق عليه قاعدة المعتل الأخير. يعني يكون يابي يكون بايا، مثل كالي كان كلاية، كالي كان فقط بالنهاية هو عنده معتل، هذا معتل بالبداية وبالنهاية. فيا بيسر بايا تسقط لفظا الأولى، بايا يا بي بايا. بعض اللهجات الآشورية، لهجات هاي طبعا مش لغة، يقولون إي بايا، يخلوه إي بايا، ليه لا بايا، وتعني يغبس خبز أو كيك أو إيش ما كان. من آتي يأتي تايا، شوف هذه تروح وهاي تصير بصير يود مسقوفة، ويختم بألب زائدة، ألب الختام. من يامة تصير مايا، يامة مايا. وهذا النوع موجود في لوح رقم 6 بالفصل 12. من معتل الوسط والآخر، يكون عن طريق تسكين الحرف الأول مثل البقية كل مثل السالم، وتغيير حركة الثاني لسقافة مثل كل بقية، وقلب الأخير إلى يود مسقوفة، وإضافة ألف الختام. يعني هنا فقط إجراء واحد، الثاني ما يجي له أي تغيير، الحرف الثاني ولو كان معتل. أما الثالث فالأخير، فإذا كان ألب طبعا ينقلب إلى ياء مسقوفة. وعندنا خاي يعيش يحيى، خاي يود وألب، يصير خيايا. شو يصير؟ هذه تسكن الأولى كالبقية كالجميع، والإزلامة بتاع الثانية تصير سقافة خيا.
وألب تنقلب إلى يود مسقوفة يا، ويختم بألب الختام. أما إذا كان الحرف الوسط ألب وليس يود مثل ونقيايا فيقلب إلى يود مثل ليايا، فإذا هنا إجراءين، إذا كان ألب فقط يقلب إلى يود، فتصير من لا إيه يصير ليايا مو الآية، قسم باللهجات اسمها الآية غلط طبعا، ليايا حسب القاعدة ليايا، ويعني مثل ما شفنا يرثو الميت لمن يغنون على الميت. اوكي، هاي تجدوا هالنوع من اسم الفاعل في لوح رقم 7. نجي على الجذر الآخر الرباعي. هاي شفنا هاي كلها عن الجذر الثلاثي سواء سالم سواء معتل بأنواعه السبعة. هنا من الجذر الرباعي كيف نحن نشتق اسم الفاعل من الجذر الرباعي. أولا إذا كان رباعي سالم فيكون بتغيير حركة الحرف الثالث إلى رواخة. هو شنو؟ هو زلامة حرف الثالث مو، فيصير رواخة، وإعطاء حركة زلامة طويلة إلى الأخير. الأخير هو ساكن يكون، فنعطيه زلامة. بعدين طبعا هاي دائما مثل طماطة في كل أكلة يعني ألب الأخير للأسماء والصفات دائما ألب لازم بالنهاية. ألب هذه التي لا تلفظ لكن يجب أن تكتب لكي ما تختم الاسم والكلمة. فعدنا من همزم ورباعي 1 2 3 سالم ما في أي حرف علة، يصير همزومة اسم الفعل همزومة. ثالث الأول والثاني يبقى نفسه، الثالث قلنا يأخذ رواخة بدل زلامة، والرابع نعطيه زلامة طويل ونختمه بالألف. كرموخ من كرمخ، كرمخ همزم يعني يتكلم كرمخ كرموخ من كرمخ يعني جذر هو الكرمخ منه هذا يأتي كرموخ اسم الفعل، ويعني هذا كرموخ يعني يلف، عندما تلف شيء تلفه الورق أو غير ذلك. جرجومة من جرجومة ويعني يقرقع قرقعا أو قرقعة قرقعا. همزومة يتكلم تكلما، يلف لفا، يقرقع قرقعا أو قرقعة بالعربي. يمكن ما عنده اسم فعل، عنده اسم مرة فقط ما أدري. مبصورة من مبصر، مبصورة من مبصر. وينقص تنقيصا. ويعامل بنفس الطريقة كل جذر ثلاثي مفتوح الأول، كل جذر ثلاثي مفتوح الأول، وكذلك جذره الميمي أو نسخته الميمية بنفس الطريقة. خلينا ناخذ مثال. بارق هو شو؟ هو جذر رباعي مفتوح الأول، ثلاثي مفتوح الأول يعني يصير رباعي. فشلون نشتق اسم الفعل؟ يصير باروقة ويصير براقة. براقة من بارق، لكن بارق بالبتاء لما يكون بتاخة بارق باروقة هو رباعي فتنطبق عليه قاعدة الرباعي. باروقة يعني خلص تخليصا. والميم الجذر الميمي بتاعه بارق، ايوه بارق. حولنا الباء الى البتاخة الى سقافة، حطينا ميم زائدة هذه، فيصير اسم الفعل ماله باروقة. من طرس أو طرس يعني يصنع، طروسة. ومن جذره الميمي مطارس مطاروس. وهذه تجدها في اللوح رقم 8 من فصل 12.
باء هذا من السالم والمفتوح الأول والميمي. أما الرباعي المعتل فطبعا عندنا هناك في الرباعي المعتل في حالة المعتل الأول والثاني والثالث يكون بنفس الطريقة. الحمد لله هاي أقل بإجراءات. فسواء إذا كان الجذر الرباعي هذا معتل الأول أو الثاني أو الثالث يكون بنفس الطريقة اشتقاق اسم الفعل منه. مثال يهول، يهول يعني يعطي، يهول، يهول نفس الطريقة مثل ما الجسم السالم يهول، مثل همزم همزوم، يهول يهول. مياقر، مياقوره وهو ميمي طبعا، قلنا ميمي، مفتوح الأول هذا، هاي أمثلته، والميمي هذا أمثلة، هو هذا أيضا مفتوح الأول ولكن رباعي. وهذا ميمي، مياقر، من يقر، يقر ولا أصلي مياقر الميمي بتاعه فيصير مياقوره، نفس الشيء مثل السالم. مزيد ثلاثي المعلول الثالث أيضا مزيودة بنفس الطريقة. مكيم، مكيومة بنفس يعني هذه سواء المفتوح الأول أو الميمي فيكون بنفس طريقة السالم. أما معلول الأخير، أما في حالة معتل الآخر الفرق الوحيد يكون في قلب الحرف المعلول هذا الأخير إلى ياء، إلى يوت ذات زلامة طويل وإضافة ألف في الختام، فيصير من قلطه يصير قلطو يه، يا الألف تقلب إلى يوت مزلومة زلامة طويل، قلطويه. ألضي يصير ألضويه. مرئي مرؤويه. مشاني مشانويه. تمام. فقلط قلط قلط مثل ما شفنا يعني معناه يتخثر، يتخثر تخثرا. ألض ألضويه يعني يخدع، يخدع خداعا. مرء مرؤويه يرعى رعيا. مشان مشانويه معناها يتنقل تنقلا. أوكي، وهذه تجدها في اللوح رقم 9. كل هذه أخواتها، هي وأخواتها كل من نوعها في جذر في اللوح رقم 9. بهذا انتهينا من المشتق الأول للفعل الذي هو اسم الفعل. الآن نأتي إلى المشتق آخر وهو الثاني اسم المرة. اسم المرة، وهذا الشيء طبعا مو موجود بالإنجليزي قبل verbal noun. أما شم جاها، شم جاها يعني اسم المرة. مثلا كتب كتابة، كتبا اسم الفعل، كتابة اسم المرة، كتابة واحدة. وهذا الشيء موجود طبعا بلغاتنا نحن اللغات السامية. اسم المرة هو فرع الفعل الذي يشير إلى المرة، مرة واحدة، ويكون دائما بصيغة المؤنث، ويعامل معاملة الصفة فيما يخص الجمع ويشتق جمع، ممكن نجمعه، ويخص الجمع ويشتق من الجذر وكما يلي، يشتق كما يلي من الجذر. يعامل معاملة الصفة فيما يخص الجمع، أما تأنيث ماكو، دائما مؤنث وصيغته هي مؤنثة، ممكن نجمعها بنفس طريقة جمع اسم المؤنث اللي شفناها في فصل الاسم. كيف نشتقه؟ أولا من الجذر الثلاثي، من الجذر أول شيء الجذر الثلاثي السالم يتم بتسكين الحرف الأول وتغيير حركة الحرف الثاني إلى اسقاطه وإضافة تاء مسقوفة إليه مع ختمها بألف الختام. أي شقلته، شاقل يصير شقلته، هنا يأخذ أخذة بالعربي، شقلت بالآشوري، شاقل شقلت. شو عملنا؟ سكنا الأولى،
أعطينا سقاپة للثانية بدل زلامة، وبقت الثالثة تبقى كما هي، وأدخلنا تاء مسقوفة، وهي مهمة، تاء مسقوفة، وختمنا طبعا بألف، بالألف، واللي هي طماطم مثل ما قلنا دائما تدخل في كل الأسماء والصفات. من بارق بارق، برقتا، بارق برقتا، بارق برقتا. ينتهي، هنا مو يخلص، ينتهي. بارق بإسقاپة راح نشوفها طبعا بالفصل الثالث عشر، هناك خلي الجميع الجذور ومع معانيها بالعربي ومعانيها بالإنجليزي. هناك راح نشوف فرق بين برق بالبتاخة وبارق بإسقاپة. بارق براقة ينتهي، ينتهي. أما برق باروقة يعني يخلص أو ينهي أو ينقذ. فمن بارق صير براقتا. شوف تبقى هاي دائما تصير سقاپة، ولو نلفظها براقتا كأنه قصيرة كأنه بتاخة، لا تكتبها بتاخة غلط، لازم تشوف أصل نفس القاعدة أنه الثاني، الحرف الثاني زلامة تصير سقاپة، براقتا، ونضيف التاو المسقوفة. بارق براقتا. ينهي نهاية، نهاية. يأخذ أخذة واحدة، ممكن يكون أغذات، أغذات. هذا الجذر، وهذا عفوا اسم الفاعل تجدوه في لوح رقم 1 أيضا، لأنه الألواح هذه 1 2 3 4 فيها الجذر، عمود الأول، عمود الثاني اسم الفعل، عمود الثالث اسم المرة، عمود الرابع اسم الفاعل، وعمود الخامس اسم المفعول، والعمود السادس هو صيغة الأمر مثل ما قلت في هذه. فلذلك تشوف تتكرر ألواح نفس اللوح، لأنه نفس اللوح يحوي الاسم الفاعل واسم الفاعل، ولكن لكل نوع من أنواع هذه هو لوح معين، رقم 1 فقط للجذر السالم. من معتل الأول، إذا كان من معتل الأول كيف نحن نشتق اسم المرة. شفنا كيف نشتق اسم الفعل، هسه اسم المرة نحن كيف نشتق اسم المرة. يكون هيك مثل السالم تماما، مثل السالم تماما، يعني تسكين حرف الأول، تغيير حرف الثاني إلى سقاپة، وإضافة تاء مسقوفة، وختمها بألف. ما آمر مرتا، شوف تسكين الأول لا بل وحتى، لأنه ألف هو، فتطبق على قاعدة الحرف المعتل الأول، يسقط لفظا لكن يكتب ساكن، يصير فضمر يصير ساكن، يعني يصير فضمر أخرس. مرتا بالمرة يكون أخرس، يصير مرتا. عملنا إيه؟ أعطينا سقاپة للثاني، بدل زلامة سوينا سقاپة، والثالث يبقى على حاله، وأدخلنا تاو مسقوفة مع ألف. من آسق سقتا، هاي تجدها باللوح رقم 2، لكن عمود الثالث. من معتل الوسط، يكون بتغيير الحرف الوسطي إلى يوت مسقوفة إن لم يكن كذلك، يعني إذا كان ألف تصير يوت، وتركه إذا كان يوت، إذا كان يبقى يوت، والباقي كما في السالم، مثل ما سالم، يعني قائم صير قيمتا، لأنه هذا ألف فصير قيمتا، سوى تسكين الأول، إعطاء سقاپة للثاني بدل زلامة، وترك الثالث كما هو، وإدخال تاو مسقوفة مع ألف. بيشتا من بايش، كيمتا من كايم، هنا يود فتبقى يود أيضا، كيمتا من كايم. لوح رقم 3. من معتل الآخر، يكون بتحويل ألف الأخيرة إلى يود ساكنة، ساكنة ومسقوفة مثل ما بالاسم الفعل ساكنة، أما الباقي فكما في السالم، يعني كالة يصير كليتا، اسم الفعل ماله كان
كلايا، لكن هذا اسم المرة كليتا. قارئ قريتا، فتجدها في اللوح رقم 4. بهالألواح هذه هناك راح تشوف كل هالمشتقات فتقدر تميزها وتقارنها مع بعضها. من معتل الأول والوسط عندنا فعل واحد مثل ما قلنا الفريد الوحيد وهو يائر، فتصير معتل الوسط يرتى من يائر، تتحول الألف هذه الوسطية إلى ياء مسقوفة، الأول يسكن، الثالث يبقى على حاله، ندخل التاء مسقوفة يرتى. أكيد طبعا هنا تسكن، وأيضا مثل الألف تخرس فضمرة تصير ساكتة، أيضا تسكت، نخلي عليها فتحة مائلة. شو أقدر أدخلها أم لا؟ لا أدري إذا كنت أحاول. صار يرتى من يار. انظر الفصل 12 لوحة رقم 5، بالنسبة هذا مخصص لهذا النوع من الجذر المعتل الأول والوسط. من معتل الأول والآخر يكون مثل معتل الآخر، الوسط ما علينا منه، الأول الآخر ما عليه يتغير. مثلا نجي يابي تصير بيتا، طبعا الأول يكون له الشرطة هاي لا يلفظ بيتا، الثاني سقاپة ياخذ، والثالث كما هو وإضافة تاء مسقوفة. بيتا من يام يصير ميتا. لوح رقم 6 تجد فيه كل أنواع كل الجذور من هذا النوع. من معتل الوسط والأخير يكون كما في معتل الآخر، يعني خاي تصير خييتا. تسكين الأول، قلب زلامة إلى سقاپة، ترك الثالث كما هو، إضافة تاء مسقوفة مع ألب. لا إليتا، هذا ألب لأنه يتغير إلى يوت، وبقي كما في القاعدة العامة ليتا، وتجدها من كل الجذور من هذا النوع في لوح رقم 7. ثانيا الجذر الرباعي كان من جذر الثلاثي بأنواعه السالم وأنواعه السبعة المعتلة. هنا الآن الجذر الرباعي سواء كان سالما أو معتلا بجميع أنواعه عدا معتل الآخر والجذر الميمي، فإن اسم المرة منه يصنع بتغيير حركة حرفه الثالث من زلامة طويل إلى بتاخة، وإضافة تاء مسقوفة مع ألف الختام. يعني وهذا الشيء هو مشترك للسالم وللمعتل الأول والثاني والثالث، عدا معتل الآخر والميمي. من سالم نعطي أمثلة فقط لأنه قاعدة نفسها تطبق عليها. من سالم مثال همزمته، من همزم تصير همزمته. شو عملنا؟ القاعدة تقول بجميع أنواع يكون يصنع بتغيير حركة الثالث. غيرنا الثالث 1 2 3، من زلامة كان همزم، من زلامة صار بتاخة، الرابع بقى كما هو، وأدخلنا تاء مسقوفة فقط. من معتل الأول يهولت، مقرط، هذا مو معتل، لا هو انقطع، هذا ما أعرف ليش مسحته ولا